السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. يوم من ايام كاس العالم هنا في قطر التي تستضيف هذا الحدث العالمي والظهور العربي حتى الان بالنسبة للمنتخبات المشاركة في هذه الكاس العالمية. السعودية بالامس رفعت راسنا وتونس شرفتنا، واليوم الحضور مع اسود الاطلس المنتخب المغربي في مشوار المجموعة السادسة هنا يدشن المجموعة بمواجهة من نار، مواجهة مرتقبة مثيرة أمام المنتخب الكرواتي. إخوتي هيا للعلا السعية، واليوم نسعى للمجد ونسعى لكتابة التاريخ ونسعى كذلك لتحقيق الأرقام واستعادة ذكريات وأمجاد الماضي. 86 نعم، هناك في المكسيك هناك زهرة الأسود، واليوم نتمنى أن تزهر من جديد في العاصمة القطرية وفي مختلف المدن القطرية. هنا في كرة ممكن شوط فيها جول. مودريتش يرفع الكرة وراح على القائمة الثاني. الترقب والمتابعة بينما خطيرة هذه الكرة، والسايس في نهاية المطاف. السايس يبعد الكرة مباشرة. سفنسيري المشاكس يمشي لزياش الباس 1-2. أحلى كرات أحلى لمحات ولمسات هنا في صافرة وتعطى الأفضلية للمنتخب المغربي. مودريتش بروزوفيتش كوفاشيتش في وسط الميدان، وكراماريتش في الخط الأمامي يتوسط فلاشيتش وبيريتشيتش. شوت الكرة يا زياش عندك شوت. كراكي كرة في وسط الميدان، انطلاقة كرواتية البيت. الكرة تمشي للأمام طولية لكن سايس يراقب المنارة الدفاعية. الكابيتانو غانم مرت سلامات أول غلطة قد يجزها. انطلاقة من الجهة اليمنى على التحضير بعد من مودريتش في المراوغة. مودريتش يدخل العرضية ولكن فيها تغطية دفاعية. بعد ذلك وصلت على جهة مغربية في أحلى كرة حكيمي سدد الإنذار الثاني بقدم حكيمي. مزراوي يغطي هناك في الجهة اليسرى فيها عرضية تمشي ناحية لاعب حكيم زياش، مرفوعة في القائمة الثاني. هنا نكسة الراسية، وين الراسية يوسف ينصيري أكثر مع مرور الوقت. هذه كرة طولية ممتازة يا يوسف ينصيري، لو فعلت دفاع ما يمرش. برافو قاطع الكرة في الوقت المناسب، وبالت الأول الثاني في الوسط. هذا يعطيك الثقة أكبر. كرة حكيمي هنا 1 ضد 1. حكيمي وفيها لمسة يد ماذا؟ هل فيها شيء؟ السنة الماضية وفي السنة الحالية هو اشتغل على 4-2-3-1 لما يغيب مودريتش، ولكن لما يحضر لوكا مودريتش فعية ولو شومية ستلعب هذه الركنية بالراس. كوفاشيتش يرفع كرة لكن ياسين بونو بالمرساقي وسط الكرة على الجهة اليسرى. اخرج يا ياسين. انطلاقة مودريتش، يلا يا مرابط الكرة البينية المليمترية. عينك على الكرة يا زياش وعينك على نصيري يا زياش، ولكن بعيدة تماما على يوسف نصيري. إني أرى في الشباك يا زياش ولكن الجدار زيد أكثر. فكر بالتسديد، يرجع حكيمي والصافرة والأفضلية للمنتخب المغربي. زياش يلعب البينية ممتازة. أناح لماذا الدوران يا أناح؟ الخروج بالكرة سليمة ملاح وفيها خطأ. نعم الخطأ موجود. طلع كرة خطيرة. أول تسديدة من مودريتش، أول تسديدة الرؤوس. زياش يرفع في القائم الأول ولكن الدفاع لازالت كرواتيا. سوزا وبونو. يا بونو الانطلاقة من حكيمي في عرضية. اسم واحد المغرب عاليا، بينما الكرة الأمامية للمساندة زياش، وهذا ما يعجبني في زياش، المساندة الدفاعية والضغط على حامل الكرة. أعرف بأن الأمر سيمات. العرضية بونو خطيرة مرابط. كمان طولية هنا ناخذ حذرنا أفضل بونو. هنا العرضية بونو ممتاز. الجهة اليمنى دي خطيرة، عرضية طلع
ممتاز حكيمي في الرجوع، ممتاز حكيمي في التايمينج، حكيمي وزياش، حكيمي سدد. صاروخ مودريتش، خلوا مودريتش، اعطوه المساحه مودريتش، ولكن زلزولي انطلق الزلزولي، راوغ الزلزال صعبه. يلا يا بونو، بونو باقي على الخط، ومراقبه الاصدقاء ارجوكم خطيره. يا نصيري ومن طلع الكره الماضيه، ثلاث مغربيه، يحيى عطيه الله يرفع الكروس الاول من يحيى عطيه الله. يا مرابط ما يمرش، يا مرابط وسط الكره على الجهه اليسرى، ممتاز من الدقائق الاولى والمحاولات الاولى. لعويس يتصدى لكره ليونيل ميسي في اللقطه الماضيه في اولى المحاولات، في اول الجهه اليسرى. هنا التسديده تاتي والهدف الاول، الهدف الاول للمنتخب الارجنتيني. ليونيل ميسي يبداها للارجنتين ويسجل اول دقائق عن طريق ميسي يتقدم. تسلل كان موجود، لعب في الكرة الماضية. ايضا بينية تأتي الخطورة حاضرة لعويس. هل كان هناك تسلل؟ نعم. تسلل كان موجود في اللقطة الماضية. محاولة، فرصة تأتي، هي سعودية مستمرة، تصويب. اصنعوا التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بحضراتكم معانا متابعينا الكرام. ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف مع بعض موعد مباراة منتخب بلجيكا ومنتخب كندا في الجولة الاولى من دور مجموعات بطولة كأس العالم قطر 2022، وهنعرف مع بعض القناة الناقلة ومعلق المباراة، فتابعونا. ان شاء الله مباراة منتخب بلجيكا ومنتخب كندا من دور مجموعات الجولة الاولى كأس العالم قطر 2022 هتتلعب يوم الاربعاء الموافق 23/11/2022. توقيت المباراة هيكون الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لهذه المباراة هي قناة بين سبورت ماكس HD1. معلق المباراة هو المعلق محمد بركات. منتخب بلجيكا ومنتخب كندا بيلعبوا في المجموعة الستة مع منتخبات المغرب وكرواتيا، اللي هيلعبوا ان شاء الله نفس اليوم الاربعاء، ولكن الساعة 1 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. طبعا في المجموعة دي بنتمنى التوفيق لمنتخبنا العربي، منتخب المغرب، انه يصعد عن هذه المجموعة مثلا مع منتخب بلجيكا. طبعا نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لهذه المباريات وجميع مباريات كأس العالم 2022. وفي نهاية الفيديو بنحب نشكر حضراتكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.